يا فقير بطل تتلزق في الأغنية. بنت ماتت عشان 100 جنيه شغل 12 ساعة، وغيرها بيصرف في الساحل في ساعتين 5000 جنيه. وراء كل حاجة بتحصل مجموعة حاجات. أنا مريم رجب في ما وراء الحاجات. أكيد سمعت عن حادث الإسماعيلية اللي توفى فيه أكتر من 18 عامل كانوا خارجين من بيوتهم علشان يشتغلوا في مزارع جمع المحاصيل في مقابل يومية 100 جنيه. ناس طالعة من بحر البقر في الشرقية الساعة 5 الصبح علشان تشتغل في الإسماعيلية، ولكن يشاء القدر إنه يحصل الحادث اللي يروح فيه عدد كبير جدا من الأرواح، واللي كان فيه من بيت واحد يروح 6 شباب زي الوردة حرفيا، وطفلة عندها 11 سنة اسمها بسملة. ونفس الوقت ده هو نفس وقت المصيف وسفرية الساحل، واللي قالت الممثلة هادي كرم واستفز الناس جدا عن قلقها وقلق أهالي تاني على عيالهم اللي جايين رايحين على طريق الساحل بسبب الحفلات. طب بالنسبة للأهالي اللي عيالهم بتطلع الطرق بس علشان توفر عيشة يوم، دي تعمل ايه؟ هو احنا فقراء قوي كده؟ يعني اللي يطلع بنت في عمر زي ده علشان 100 جنيه ده دليل اننا بجد فقراء؟ طب ولو احنا بجد فقراء ليه كلنا ماسكين التليفون الجديد ابو 3 كاميرات؟ مش عايزاك تاخد الموضوع بشكل شخصي قوي، وتعالوا نتكلم. وضعنا المالي كأسر اقل بكتير من سنة 2022 اللي اخر بيانات رسمية معلنة قالت ان الفقر وصل ل 34%. والاخطر بقى ان البيانات الاحدث لسه ما تمش الاعلان عنها رغم انها المفروض كانت تتنشر من 2 سنين. طب ليه؟ لان كل التوقعات بتقول انه زاد اصلا بشكل كبير. التضخم في مصر وصل في فترة معينة لأكتر من 14% سنويا، يعني نفس ال100 جنيه اللي كانت بتشتري لك حاجة من 2 سنين دلوقتي بالعافية تقدر تشتري بيها نص اللي كنت بتشتريه. وطبعا الفجوة الطبقية في مصر مش حاجة جديدة خالص، احنا مش بنكتشفها النهاردة، بس اللي حصل ان الفجوة دي وسعت أكتر وأكتر لحد ما بقى في فقير بس وغني بس ومفيش طبقة متوسطة. أما الحاجة الوحيدة اللي كانت جديدة فعلا إن السوشيال ميديا هي اللي كشفت لنا الفجوة دي بالشكل الواضح ده. زمان الفجوة دي كانت موجودة بس ما حدش كان شايفها كل يوم قدام عينه. بس ليه بقى رغم كل ده احنا مش حاسين؟ ليه حتى شكلنا ولبسنا ما بقاش مقياس تحكم بيه تحس ان الطبقات الاجتماعية صحت على بعض؟ ده لانه نفسيا الفقير بيرفض يعترف انه فقير وبيبدأ يصرف اكتر من اللي يتحمله بس علشان يبعد نفسه عن وصمة العار اللي هتلاحقه. في دراسة نفسية معروفة لقيت ان الناس اللي دخلها قليل عندهم برضو شعور انهم قليلين، وده اللي بيخليهم يصرفوا على سلع اغلى من قدراتهم. فتلاقي مثلا ان كل المنتجات الاستهلاكية دلوقتي اكتر من 50% منها بنشتريها بالتقسيط. يبقى مرتبك مش جايب 7000 جنيه بالعافية ورايح تشتري التليفون اللي عامل أكتر من 100,000 جنيه لمجرد إنك تحشر نفسك في مجتمع إيجيبت اللي هناك ده بإنرجي ودفولو. علماء اقتصاد لقوا ان افقر الناس بيصرفوا اكتر على المناسبات والمظاهر اللي مش هيبقى شكله منطقي خالص بالنسبه لدخلهم، واللي ممكن يكون على حساب الاكل احيانا. خدوني معاكم انا كمان غني، ودي واحده من الحاجات اللي ساهم فعلا في انفجارها اكتر واكتر السوشيال ميديا. مش بس بتخلينا نقارن نفسنا بالناس دي، كمان بقت بتفرض علينا مصاريف احنا مش محتاجينها. تلاقي مثلا عروسه متجوزه بالقسط وبرضه لازم تلبس فستانين لمجرد ان كل العرايس على السوشيال ميديا بتعمل كده، والاسر اللي يا دوبك دخلها بيقضي معاشتها بقى لازم تعمل حفلة كاملة لمعرفة نوع الجنين. ثم خدوا هنا، هو مين اللي قال ان البيبي بلو للولاد والبنك للبنات؟ هو مين مهتم يعرف نوع الجنين غير ابوه وامه؟ احنا مالنا اصلا؟ بقيت بتشوف ابناء الممثلين والاغنياء على نفس الابليكيشن مع حد معدم الدخل فاتح بكارت فك اصلا، والحالة دي اسمها قلق المكانة. كل ما الفجوة اللي بنشوفها بتكبر كل ما القلق ده بيتحول لسلوك شراء فعلي. ده حتى كلامنا يا أخي لازم في النص في إنجليزي، رغم إن ممكن تكون أصلا ما بتتعاملش مع أجانب فنقول متأثر وكده، لأن حتى اللغة بتقول أنت مين وابن مين وعشت إيه. لأن قدرة الشخص على إنه يتكلم إنجليزي فكرة مرتبطة على إنه من عيلة غنية جدا عرفت تدخله مدارس انترناشونال اللي هي بتبقى مكونة من 3 حروف دي، فقدر من كده يتعلم يتكلم إنجليزي. أو عيلته غنية برضه قدرت تسفره بره فبقى بيعرف يتكلم انجليزي زي ما انت شايف. الفرق بين اللي ماتت عشان 100 جنيه واللي مقسط الايفون هو نفس الشيء. دي كانت عايزه تعيش كويس وده كان عايز يبان انه عايش كويس. الاغنياء فعلا وبجد بيفكروا يكبروا فلوسهم مش بيعملوا بيها شو زي ما انت فاكر. وانا مش بقول كده والله عشان انظر على المجتمع خالص، انا بسأل وقولوا لي بصراحة في الكومنت ايه اخر حاجة انتوا فعلا ما كنتش محتاجينها بس اشتريتوها علشان تكونوا في وضع اجتماعي مختلف. ما تنساش تشاركني رأيك لو كنت على الفيسبوك، ولو كنت على القناة على اليوتيوب ما تنساش تتأكد انك عامل اشتراك. انا مريم رجب كنت معاكم في ما وراء الحاجات.